مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين. لو بتحبوا بقى تورتة موس الفادج، تروحوا تدفعوا فيها مبلغ محترم في اي كافيه عشان تاكلوا قطعة كده صغيرة او تشتروها بمبلغ كبير جدا. تعالوا نعملها في البيت بأقل الامكانيات، هتبقى موفرة جدا عن اي محل بره. وكمان هتعملي تورتة كبيرة، ممكن يعني تطلع معاكي 12 قطعة. ولو انتي عاملة جروب تقدري تقطعيها وتحطيها في المثلثات اللي هي الشفافة دي بتاعت التشيز كيك، وتبيعها كمان بالقطع وهتكسب معاكي وهيبقى مشروع كده مربح ليكي. بس لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مادونا، ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة معانا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة وفانيليا وكوباية وتلت سكر. الكيكة دي ينفع نعملها بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهرباء عادي. بس بالمضرب اليدوي هتاخد معانا وقت شوية لحد ما نوصل لدرجة ان السكر يدوب ويعمل والبيض يعمل معانا فوم كده شوية زي ما انتم شايفين. لو عندك مضرب كهرباء الموضوع طبعا هيبقى اسهل بكتير. انا عندي مضرب كهرباء بس حبيت اعملها بالمضرب اليدوي عشان اللي مش عنده يقدر يعملها عادي. تمام، دي انا معايره كل حاجه بالمج بتاع الشاي اللي في البيت في بيوتنا كلنا. الدقيق لازم تكوني نخلاه وتبتدي تعيريه بالمعلقه زي ما انتوا شفتوا كده. وتمسحي الزياده وما بنضغطش الدقيق. وننخله مره كمان. الدقيق لو ضغطتيه في الكوبايه المعيار مش هيبقى مظبوط. انا هنا حبيت اعاير الدقيق قدامكم علشان تشوفوا بيطلع المعيار مظبوط ازاي. تمام. انا ما ضغطتش بالمعلقه ولا اي حاجه، انا بملى بالمعلقه كده خالص براحته، والزياده برضو بشيلها بالمعلقه بالراحه من على الوش. وبنخله مره كمان. تمام. ومعايا تلتين كوبايه كاكاو خام، ويفضل لو اسباني طبعا، كل ما الكاكاو جودته زاد عليت كل ما هيديكي الكيك طعمه حلو. الكاكاو برضو لازم ننخله كويس جدا. ومعايا معلقه ونص صغيرين بيكنج باودر. تمام. هبتدي بقى اقلب كده الخليط. طبعا هيكون تقيل جدا لان ما معيش لسه سوائل غير البيض. دي كوباية زيت سخنتها ونزلت عليها بالخليط. وحبيت ان الكيك برضو يبقى موفر. دي كوباية مية مغلية، يعني او مسخناها كويس في الميكرويف. تمام. يعني الكيك اصلا اقتصادي جدا وطعمه هتلاقوه خيال. وهنا في الوقت ده برضو ممكن تزودوا معلقة نسكافيه، بس تزودوها على المية وهي مغلية برضو بيعزز طعم الشوكولاتة، ده حسب الرغبة طبعا. وكل ما تقلبوا خبطوا كده بالمضرب عشان تتأكدوا ان مفيش جواه اي تكتلات دقيق تبوظ معاكم الكيك. دي صينية مقاس 24 هتطلع معايا الكيك طبقتين. طبعا لو عايزين الكيك طبقات اكتر يا اما تعملوا مقدار ونص مثلا، يا اما تقللوا حجم الصينية. جبت ورقة زبدة زي ما انتم شايفين، طبقتها وهحطها في قاعدة الصينية، ومش هحتاج ان انا ادهن الجوانب، الموضوع مش محتاج خالص. وطبعا مشغلة الفرن على 180 من 10 دقايق. ببتدي بقى انزل الخليط كده في الصينية. وبخبط خبطتين كده كويس عشان اطلع اي فراغات هواء. الكيك ده عشان مش عالي قوي فممكن ياخد 40 دقيقة 45 دقيقة، لكن لو كان مرتفع قوي ممكن ياخد لحد ساعة. بعد 40 دقيقة شفته كده بالسكينة معايا كان استوى. تمام. هسيب بقى الكيك يبرد خالص براحته. هعمل بقى جناش اقتصادي لامع جدا زي ما انت شفتي في اول الفيديو، لامع وجميل وطعمه حلو جدا. معايا كوباية حليب او كوباية مية، انا دي كانت كوباية ميكس، نصها حليب ونصها مية. وثلاث معالق كريم شانتيه خام. وربع كوباية زيت بدوبهم كويس على البارد. وبعدين بحطهم على النار يسخنوا لدرجة الغليان. وانزل عليهم بربع كيلو شوكولاتة متقطعة قطع صغيرة او مبشورة زي ما انتوا شايفين. لو حسيتي ان الشوكولاتة ما دابتش كويس والخليط برد، حطيه على النار كده 10 15 ثانية على نار هادية، هتلاقيه الشوكولاتة ساحت جواه خالص وكله داب وبقى جميل. الشوكولاتة انا مستخدماها شوكولاتة بالحليب، دي بتعلي الطعم قوي. انتي عايزاها شوكولاتة خام عادية مفيش اي مشكلة، بس كل ما بتعملي بنوع شوكولاتة جودته حلوة كل ما بتعلي التست بتاع الطعم قوي كأنك جايبة من محل غالي جدا. تمام.
زي ما انتم شايفين الشوكولاته كلها دابت، الجناش بقى دايب خالص برضو، بس برضو لازم اصفيه عشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات معايا. تمام كده الجناش بتاعنا جاهز. الجناش ده بيفضل خفيف، ولما بيتحط في التلاجة بيديكي قوام النوتيلا. يعني لو حابة انت ممكن تستخدميه كنوتيلا، تحطيه في التلاجة هيبقى عامل زي النوتيلا. ده معايا موز جاهز بجيبه من محل خامات الحلويات، بقول له عايزة موز، ده ربع كيلو، زودت عليه كوباية وتلت حليب. تمام، حليب ساقع، يعني من كوباية وربع لكوباية وتلت، وببتدي اضربه كده زي كريم شانتيه. هو بسكره بكل حاجة، هو بيبقى موز جاهز بيبقى طعمه حلو جدا. وعملنا قبل كده في فيديو برضو الموس البيتي في تورتة شوكولاتة قبل كده. برضو هجهز التشريبة بتاعة الكيك. معايا نص كوباية مية، زودت عليها معلقة نوتيلا، ممكن معلقة نسكويك، اي حاجة معايا زي ما تحبي. الكيك ببتدي اقطع شريحتين، والقبة اللي على الوش، القبة انا مش هحتاجها، يعني عايزة الولاد ياكلوها، عايزة تعملي بيها كبات تمام، انا هحتاج شريحتين بس زي ما انتم شايفين، وهي القبة شلتها. تمام، الشريحة اللي فوق هبتدي بقى، انا ما عنديش كدر، مش لازم يبقى عندنا كدر، انا عايزاها تبقى اصغر شوية من اللي تحت. فببتدي كده حوالين داير، بالنظر كده بنقص سنتي حوالين داير زي ما انتوا شفتوا. نقصت الكيك، يعني صغرت حجمها سنتي عن التانية. باجيب بقى الصينية او الطبق اللي بعمل عليه، اللي هزوق عليه التورتة بتاعتي. حطيت سنة من الموس كده علشان الكيك يلزق فيه كويس، ما يقعدش يتزحلق من عليه. وابتدي اسقيه التشريبة بتاعتي اللي انا عملتها، المية بالنوتيلا. تمام، عشان كيك الفادج بيبقى محتاج انه يتسقي لازم. دلوقتي بقى المفروض يا اما يبقى عندك كدر او صينية اللي بتتفتح علشان بس تمسك الموس كويس لحد ما يجمد، او ممكن ورق الفاكيوم ده. ورق الفاكيوم ده احنا بنجيبه من محلات ادوات الحلويات بالمتر، المتر مش فاكرة هو اخر مرة بكام، بس ممكن في حدود 5 جنيه ولا حاجة. بتقصي حوالين داير كده على قد الصينية بتاعتك، ولزقته كده بحتة لزق صغيرة خالص. وببتدي بقى ده بيسهلك ان انتي لو مش بتعرفي، لو لسه مبتدئة او ما بتعرفيش تجلسي، هيسهلك الموضوع خالص. حطيت طبقة الموس، وببتدي احط كمان طبقة الكيك التانية اللي هي الصغيرة شوية، انتي حتى هتلاحظي ان هي اصغر شوية من التانية، وبرضو هسقيها، ولو اتقطعت معايا وانا بحطها مفيش اي مشكلة، كل ده هيتدارى. انا حطيت نص كمية الموس تحت، وباقي كمية الموس هزودها بقى في كيس لبن او كيس سندوتشات او كيس حلواني زي ده، اي حاجة بس تخليه تسهل لي كده الموضوع. ان انا ببتدي بقى ان انا اغطي وشها كده والجوانب كويس. تمام، بكمية الموس اللي متبقية معايا. وابتدي بقى افرد الموس باي حاجة عندي، بسباتيولا، بسكرابر، باي حاجة، انا عايزة بس اسوي الوش. زي ما قلنا ورق الفاكيوم ده يسهلك الموضوع ان انتي ما تجلسيش من الجوانب لو انتي لسه مبتدئة. ببتدي بقى كده ان انا اشوف لو في حتة فيها موز زيادة، بشيل المكان اللي فيه زيادة وازود في المكان اللي هو قليل، بحيث انا عايزة السطح يبقى مسطح كده خالص ومتساوي. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا، انتي مش هتجلسي غير سطح التورتة معاكي. ومتر الفاكيوم ممكن يعملك تورتتين مثلا، يعني مش حاجة مكلفة خالص، ولو مش عايزة تجيبيه مفيش مشكلة. هتجلسي بس الجوانب. بدخل بقى تورتة الموس كده معايا في التلاجة بقى، مش اقل من 3 ساعات يعني عشان تتماسك كويس. لو مستعجلة حطيها نص ساعة في الفريزر او ساعة. الجناش طبعا كان برد خالص، كان بقاله 3 ساعات في درجة حرارة الغرفة، ما شلتوش في التلاجة. ببتدي بقى طلعت التورته معايا. شلت الورق، لو حسيتي بس ان في حاجه كده مش مظبوطه على خفيف كده اظبطيها. تقدري تحطي الجناش عادي وهي موجوده على الطبق، وتمسحي الزيادات في الجوانب لو انتي خايفه تشيليها على الشبكه، مفيش اي مشكله. انا حطيت على الشبكه، وحطيت صينيه كده من تحت عشان الجناش اللي ينزل زياده ما يتكبش، يبقى نضيف اقدر استخدمه مره كمان.
ببتدي بقى انزل الجناش كده من النص وانزل على الجوانب كلها، اتاكد ان الجوانب كلها اتغطت معايا، والصينيه تحت اتملت جناش كتير، يعني في جناش كميه كتيره جدا، فممكن خدت كده بالمعلقه مليت البوله اللي معايا تاني. ولو جزء ما جاش عليه جناش كويس، ببتدي ان انا زي ما انتم شايفين كده الموضوع بسيط خالص، ازود جناش تاني. طب انا حاسه ان كميه الجناش كتيره نزلت، وبرضو طبقه الجناش هتبقى خفيفه معايا. هبتدي كده بس اصفي ال الجناش اللي بينقط، لان هتلاقوا التورته عمال ينقط منها جناش كده كتير. شوفوا متبقي نزل قد ايه في الصينيه، كتير جدا، يعني اكتر من نص الكميه تقريبا. هستنى بقى لما يبطل تنقطه كده، وادخله التلاجة نص ساعه، وارجع ادخل التورته، مش ادخل الجناش، دخلت التورته نفسها نص ساعه، الجناش اللي عليها يمسك شويه، ورجعت طلعتها اديتها طبقة تانية. انتي ممكن تكتفي بطبقة واحدة، بس انا حبيت ان طبقة الجناش تبقى طبقة كده يعني كتيرة، طبقة غنية. تمام. وهيتبقى برضو معايا كمية، وهوريكم الجناش ده لما يتشال في التلاجة عامل زي النوتيلا كده، يعني تقدري تاكليه كده على التوست. هنا انا عملت الضفيرة دي بال عملتها بمربى الحليب، بس المقطع ده مش عارفة، اتفاجئت انه متصورش. كانت مربى حليب جاهزة كده، حطيتها في كيس الحلواني مع القمع كده، وعملت روزيتات كده شكل الضفيرة. ودي شوكولاتة كده، كان عندي قالب سيليكون يعمل شوكولاتات شكل ورقة الشجر. حطيت كده فيها الشوكولاتة وعملتها، زينتها بالشكل ده كده، شكل بسيط خالص. زي ما انتم شايفين كمان الجناش لامع جدا جميل، كأنها خارجة من محل. وطبعا التزيين ده زي ما انتم ما تحبوا. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والشرح يكون سهل وبسيط. نورتوني.